السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما في قمة ال20 وقف في الصف الثاني كانت قمة المهانة، لكن قلتم دي قمة الكبار واحنا ضيوف عليهم، واحنا اكيد وضعنا دلوقتي ما يخليناش نحط راسنا براس الكبار. تمام. ولما كان في احتفالية روسيا بالحرب العالمية تراجع اكتر واكتر وكان اقرب للدين، كان في المؤخرة، فازدادت المهانة مهانة. ولما الرئيس الاوغندي مد رجليه قلت لكم الاهانة تحولت الى احتقار، والنهاردة يتأكد للمرة الألف الانهيار والانحدار. القمة الإفريقية جه في الصف الثاني، ولك أن تتساءل يعني إفريقيا حضننا وامتدادنا وأرضنا، ملناش مكان في ال10 الأوائل؟ طب ملناش مكان في الصف الأول حتى؟ مع كل الاحترام لإفريقيا وشعوبها، يجي اليوم اللي نطرد فيه من دايرة السيادة لدايرة التبعية والانقياد. سيبك من كل مشاهد الإهانة اللي شافها العالم في اليابان وفرنسا وألمانيا ونظرات الاحتقار والتجاهل. أحدثك اليوم عن رمزية الجلوس والوقوف، فدلالتهم أخطر من أن تتجاهلهم. ونحن تقزمنا إلى درجة إن احنا بدينا نخاف إننا مش نتشاف أصلا. ليس حبا في النظام الملكي إطلاقا، لكنك لا تستطيع أن تمنع نفسك من أن تقارن وتسأل: يا إلهي يا إلهي، كيف تدهور بنا الحال من ملك يجلس والجميع وقوف، إلى حد تحتاج لعدسة مكبرة عشان تعرف هو واقف فين، بيشب عشان يطلع براسه بس. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل. Les oiseaux de mauvais augure et certains dans le monde s'attendaient à ce que le retour du Maroc nous divise. Mais l'Union africaine a montré que les 4 thèmes que nous avons retenus pour notre fonctionnement